اليوم غادي نحضروا مع بعض جوج ديال الوصفات. الاولى عباره عن سوب كيف ما كتشوفوا بالخضر، والثانيه طاجين بالفخيده ديال الدجاج الجلبانه. كيجي هكا سهل في التحضير وكيجي بنين بزاف. فقبل ما نشوف طريقه التحضير حطوا لي لايك والاشتراك في هذه القناه، ويلا فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نديرها في هذا السوب ديال الخضر، عندي بطاطا، عندي كورجيت قرعه خضراء، خيزو وقرعه حمراء. فالكميه على حسب الافراد الاسره ديالتك، وبر وحده ولا بصله خضاريه ولا حتى بصله عاديه ماشي مشكل. كتقطعيهم هكا مشلضه كيف ما كتشوف. انا استعملت البرو كيعطي واحد البنه، البواغو، بنه خطيره في لاصوب. فاول حاجه كندير الزيت البلديه اولا الزبده بلديه. اما الزيت النباتيه كما كيجيش زوينه في لاصوب، ديما استعملوا زيت البلديه ولا زبده حيوانيه. وفقط ملعقه صغيره كيف ما كتشوفوا، ما كتكثروش الزيوت في لاصوب. ملي كتكثروا الزيوت في لاصوب ما كتجيش زوينه. فكيف ما كتشوفوا درت فقط ملعقه ديال زيت البلديه مع البواغو. كنخلي البواغو كيتحمر مزيان. فهاد المرحله هذه ضروريه في لاصوب، ماشي غير فقط تسلقوا، حتى كاين اللي كيدير الخضار نيشان وكيسلقوهم كيديروهم يعني كيطحنوهم صافي، يعني هذه لاصوب لا. فباش كتجيك لاصوب كتحسي بها ديك النكهه ديال الدخنه، كتجي هكا منكهه وفيها واحد النكهه زوينه، هي انكم تحمروا البصله حتى كتولي كغاميليزي مع شويه الملحه والابزار. كيف ما كتشوفوا عطيو الوقيته البصيله ديالتكم تحمر على خاطرها، وكذلك تحمصوا الخضار. كيف ما كتشوفوا حمرت مزيان البصيله او البواغو اي شي عندكم. فكيف ما كتشوفوا وغادي نقلي فيها الخضر ديالي. هنا الخضر ممكن ديروا بروكولي، ديروا اللفت. فدرت معكم بزاف ديال لي صوب في القناه ديالي، فهذه فقط الخضر اللي متوفره في جميع البيوت. فكتقطعوها كيف ما كتشوفوا دي مورسو بحال هكا، وكتحمصوها كذلك وكتقليوها مع ديك البصله اللي ديجا مقليه. كيف ما كتشوفوا كتقلى. فانا فقط ممكن نختصر الموضوع وندير كيف ما كيديروا الناس، كيبقاو يحطوا الخضر ويزيدوا عليها مرقه ديال الدجاج او اللحم ولا ماء عادي وكنور وكيديروا ليه الماء وكي صافي كطيب وكطحن. لا، فملي كتقليو الخضر ديالكم بحال هكا كتاخذ ديك النكهه ديال الشوي كيف ما كتشوفوا كتجي بنينه. هنايا باش كتجيكم هيلتي بزاف او صحيه بزاف، ما درتش الفرص، ما درتش معلقه ديال النشا ولا معلقه الفرص، درت جوج معالق كبار ديال الشوفان. يا ديروا حبوب الشوفان او ديروا دقيق الشوفان ولا حتى دقيق الارز، كيجي زوين بزاف وكيجي صحي. الا غير متوفر فقط ديروا ملعقه ديال النشا او ملعقه ديال الدقيق الابيض، لكم الاختيار. فكيف ما كتشوفوا حتى حمصت مزيان الخضر ديالي. عاد هنا غادي نضيف الماء، ماء مغلي، يا او ديروا ماء مغلي او ديروا من الاحسن الا كان عندكم مرق الدجاج او مرق ديال اللحم، لكم الاختيار. هنا ممكن ديروا حتى ضامات البنه كنور، كديروها في الماء مغلي وكتضيفوها. فم هذه كتجي صحيه اكثر. فقط درت ماء مغلي فقط، ما ضفت ولا اي نكهات اصطناعيه اخرى. هنا كنخلي الخضر ديالي يطيبوا كيف ما كتشوفوا. هنا غادي نديروا شويه ديال العطريه ماشي بزاف. كما كنقول لكم العطريه اللي هو الابزار، مليحه، قليل من توابل الدجاج، فقط القليل، والقليل من الكركم. هادو هما العطريه اللي ضفت في هاد لاصوب. فكيف ما كتشوفوا كندير القليل من الفلفل الاسود، الملح، يعني فقط كيف ما كتشوفوا راس معلقه. ما تكتروش العطريه في لي صوب ديالكم، راس معلقه من كل حاجه، قليل فقط. الا كثرتوا الابزار غادي يجيكم الصوب ديالكم او الحساء ديالكم حار. فكيف ما كتشوفوا الكركم كيجي رائع، كيجي صحي. فقط هادشي اللي غادي نديرو، وكنخلي الخضر ديالي يطيبوا مزيان. هنايا بخصوص انا فقط عندي جبن مثلث، عندكم عندكم كريمه الطبخ كتجي افضل وافضل. اللي ما عندوش
ديروا بحالي، درت 4 ديال المثلثات ديال الفرomاج عادي، وواحد ياغورت طبيعي، او الا ما عندكمش ما ديروش، ديروا فقط 4 ديال لي مورسو بحال هكا ديال الفرماج وطحنوهم فقط، وهي لاصوص ديالكم كتجي بنينه خطيره. انا كيف ما كنقول لكم حتى الاطفال كيحماقوا على هاد لاصوص، لدرجه انكم الا درتوها فقط بالماء مغلي وطحنتوها راه ما غاديش ياكلوها الاطفال ديالكم، ولكن بهذه الطريقه صدقوني غادي تكون ادمان، وغادي توكلوا الاطفال ديالكم الاشياء اللي هما صحيين وكيجيو بنان. صافي انا ملي كنطحنوا لاصوب انا غادي ندير واحد الطواجن اللي هو سريع وبسيط وكيجي خطير وبنين. انا درت المزيج بين زيت الزيتون وزيت النباتي كيف ما كتشوفوا، معلقه بحال هكا. هنا درت البصله خضاريه ولا بصله عاديه، بصله حمراء ولا بصله بيضاء، اللي كيف اللي عندكم توفر عندكم في الدار. انا عندي متوفره بصله خضاريه فغادي نضيفها عادي جدا. هنا غادي ندير يا فخا ديال الدجاج يا صدر ديال الدجاج، فانا هذه خصيصا كيجي مع الدجاج كيجي زوين. هاد الطويجين هذا كيجي خفيف مع الزيتون كيجي مع الدجاج، فانا درت فخاده ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا على حسب المتوفر عندك في المنزل ديالك. هنا غادي نضيف العطريه اللي غادي ندير القليل من الفلفل الاسود، احسن عطريه عندي او احسن اللي كتعجبني في اي حاجه ما نقدرش نستغنى عليه هو الابزار. الابزار واخا ندير طاجين فيه الابزار بالملحه بركه كيجي بنين. هنايا كذلك سكنجبير كيف ما كتشوفوا، كندير شويه سكنجبير ضروري، كميه اللي هي تكون مزيانه مع باش هو اللي كيبنن الدجاج هو سكنجبير. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نضيف توابل ديال الدجاج. لكم الاختيار، الا ما متوفرش ما ديروهاش، فكتعطي واحد البنه زوينه في المريقه هذه ديال الدجاج مع الزيتون. هنا كندير مليحه كيف ما كتشوفوا. غادي ندير بودره ديال الثوم ولا ديروا الثومه، انا غادي ندير بجوج، غندير الثوم وندير بودره ديال الثوم. كتجي بودره الثوم والثومه خطيره مع الفخيدات. هاد المريق كتجي معسله وكتجي بنينه بزاف. ثم غادي ندير الكركم، خرقوم عادي، خرقوم عرق كيف ما كتشوفوا. وكنخليها هنا درت الزعتر كنخليها على حراره اللي هي منخفضه جدا. ملي كتشحر معايا الدجاج وداكشي كندير هنا اصلا غادي ندير الثوم مفصوص. ملي كتشحر معكم هاد المريقه هادي كديروا جلبانه. درت جلبانه مع الزيتون قطعوها مصير فقط، يعني هادشي اللي درت في الطويجين هذا، وكيجي خفيف وزوين كيجي فليشه ولا ديروه حتى في الغدا كيجي خفيف. ما بغيتوش ديروا الجلبانه ما متوفراش عندكم ديروا فريت ولا بطاطا هكا فريت من الفوق وصافي كيكون عندكم الطاجين جاهز كيجي بنين بزاف. فهادو هما جوج وصفات اللي درت معكم في هذا الفيديو، كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. صدقوني انا لا سوب اللي حضرت معكم وهاد الطويجين كيجي من ألذ الاشياء اللي كتجي خفيفه وبنينه. انا كيف ما كتشوفوا كيف ما عسلت هذيك البصيله زدت ليها الجلبانه مع الزيتون والحامض صافي كيجي يا سلام. ما نشكرش لكم الطويجين شحال كيجي بنين. كتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. هذه هي لاصوب ديالنا حتى هي واجده. جربوها واكيد غادي يحماقوا عليها اطفالكم. يلا نشوفكم في نيكست فيديو ان شاء الله. خليت لكم راحه ومع السلامه.